احنا دلوقتي في متحف الحضارة موجودين قدام تمثال أبو الهول للملك إمنمحات الثالث، وهو مختلف عن الأبو الهول اللي موجود في هضبة الجيزة، لأن اللي موجود في هضبة الجيزة بيمثل بجسد أسد ورأس إنسان، لكن هنا بجسد أسد ورأس أسد ووجه إنسان فقط لا غير. الوجه عليه بعض التجاعيد وبعض الملامح اللي بتدل على شيل المسؤولية وعلى الهموم، لأن الدولة الوسطى تميزت بوجود العديد من القلاقل الداخلية. تاني حاجة الوش بتاع الملك فيه مجموعة في تجاعيد وفي نظرة كده تحس إن هي نظرة شيل مسؤولية. تالت حاجة في التمثال وهو موجود خرطوشة للملك بوسوسنس، وهي موجودة زي ما احنا شايفين كده باصي بقع مجو آه، نينين مري إيمن، وده اسم الملك بوسوسنس لأن الملوك كانوا بينسبوا الآثار ليهم كنوع من الورث وكنوع من السرقة في بعض الأحيان. التمثال مصنوع من الجرانيت الأسود وتعثر عليه في منطقة الفيوم، وبيرجع تاريخه لعصر الدولة الوسطى تقريبا